قصتنا النهارده بتحكي عن عصابة كل شعارها في الحياة هو كن شريرا أو لا تكن، واللي بمجرد ظهورهم بس كان بيرعب كل الناس من حواليهم، وبنلاقيهم بيقوموا بأخطر عملية سطو مسلح، وده كله بيقود السواق المحترف وولف زعيم العصابة، وبيبقى بصحبته فتاح الخزن العالمي سنيك اللي كان عنده قدرة يسرق الكحل من العين، وهم في طريقهم للهروب من الشرطة بتظهر العنكبوتة المشهورة بالشبكة، ودي كانت متخصصة في قرصنة الكمبيوتر وتقدر تخترق أي برنامج حماية مهما كانت كفاءته، وفي السكة بنلاقي ملك التنكر شارك بيحضر الحفلة هو كمان، واللي بيقدر بسهولة يخدع أي حد مهما كانت قوة ملاحظته، ومش هننسى برضه مسجل الخطر برانا، هو صحيح كان شبر ونص بس قلبه يفوت في الحديد، وبالرغم من إنهم هربوا من الشرطة لكنهم عشان المتعة بيرجعوا لهم تاني، والظاهر كده إنها عصابة مجانين ومش هاممهم أي حاجة من كل ده غير الأكشن وبس، وساعتها طبعا الشرطة مش بتسمي عليهم بجنيه، بس للأسف العصابة بتعلمهم الأدب على الآخر وبيمسحوا بيهم الأسفلت، وأول لما بيوصلوا البيت بتاعهم بنكتشف كنز علي بابا، وبنلاقي هناك ياقوت ومرجان احمدك يا رب، وبتصادف ان ده هو نفس اليوم اللي سنيك اتولد فيه، وبيعملوا له كده عيد ميلاد على الضيق بينهم وبين بعضيهم، وعلى طول بنلاقيهم ترند حصري على كل الشاشات، ده حتى صوتهم بيسمع لحد ما وصل لرئيسة الحكومة شخصيا، واللي ساعتها بتطمن الشعب بتاعها عشان ما يخافوش، وبتعرفهم ان دول مجرد حيوانات مبتدئة في الاجرام، وهنا بقى بنلاقي وولف بيفكر في خطة جديدة عشان يعرف يسرق بيها الدولفين الذهبي، وكل ده طبعا عشان يعلمها الادب ويعرفها مقامها، وهو بالمرة كده يعلم عليها بالطريقة، وساعتها بقى بيعملوا كلهم الديل التمام عشان ينفذوا خطتهم الشريرة، واول لما بيجي وقت الحفل الخيري بيعرفوا يتنكروا بشكل هايل جدا، وساعتها بيقدروا يدخلوا المكان بكل سهولة، وده طبعا وسط انشغال الناس باستقبال مرميلاد الطيب، وعلى طول بيحاول وولف يفتح اي كلام مع ديانا، وبيعرف ياخد منها صورة عشان يفتح بيها الباب اللي ببصمة عينيها، وبعدها بيروح لاصحابه بكل فخر وبيبداوا في تنفيذ خطتهم المجنونة، وفي وسط ما الشرطة بتقوم بدورها في تأمين المكان كل واحد من افراد العصابة بيقوم بالدور بتاعه، وفعلا بنلاقي خطتهم لحد دلوقتي ماشية زي السكينة في الحلاوة، وكل واحد منهم كان مبدع على الاخر وعامل شغل بقى فاخر من الاخر، ولما بيحس وولف بالزهق بيعمل كده كام مصلحة في اللذيذ، لحد ما سبحان الله بيقابل ست غلبانة بتطلع الحتة الحلوة اللي جواه، وهنا بقى بيجي دور شارك في انه يشغل الشرطة عشان يعرفوا يخشوا من الباب ويخلى لهم الجو، ووسط ما كل الناس قاعدة مستنية لحظة استلام الجايزة بيقرروا انهم يسرقوها وبيعملوا احلى شقلباظات في الهوا، وفعلا وبعد مجهود كبير بيبقى خلاص بينهم وبين الدولفين شبر ونص، لكن للاسف بيتفاجئوا بحاجة ما كانتش على البال ولا على الخاطر لما بيلاقوا المكان كله متأمن بأجهزة مراقبة، وهنا بقى الشبكة بتحاول انها تتصرف بالرغم من كل الضغوط اللي طبلت على دماغها مرة واحدة، وساعتها بتحاول بكل طاقتها انها تنقذ الموقف قبل فوات الاوان، وفعلا وبعد مجهود كبير منها بينجحوا في سرقة التمثال، وبيتصدم كل اللي موجودين لما الجايزة بتختفي من مكانها، وهنا بنلاقي مرميلاد بيحاول يهديهم بأي طريقة ممكنة، وسبحان الله كلامه بيبقى مؤثر فيهم لدرجة ان وولف بيبوظ الخطة كلها وبيخرب الدنيا على دماغهم، واخيرا وبعد طول انتظار بيتم القبض على كل افراد العصابة، وهنا بقى وولف بيشغل الجمجمة بتاعته وبيقدر انه يستغل طيبة مرميلاد، وكمان بيعرفوا انهم محتاجين بس فرصة حقيقية عشان يخرجوا الخير اللي جواهم، وبعد محاولات كتير من مرميلاد بتوافق ديانا انها تديهم فرصة اخيرة يمكن يتعدل حالهم، وهنا بقى بنكتشف ان دي بس كانت خطة شريرة من وولف عشان يقدروا ينفذوا بجلدهم بدل ما يعفنوا في السجن، وبعدها بيستقبلهم مرميلاد في بيته وهو مليان طاقة وامل انه يقدر يخرج الحتة الحلوة اللي جواهم، وعلى طول بيبدأ باختبار صغير كده لشارك وسنيك، وطبعا بيتصدم صدمة عمره لما بيلاقيهم بيتصرفوا تصرفات غريبة، وساعتها بيجرب مع كل واحد فيهم اختبار ورا اختبار، وكل مرة ما شاء الله بيتأكد انه مفيش امل فيهم، وان كل اللي كان في دماغهم شوية افكار شريرة مش اكتر من كده، ومن هنا بتجيله فكرة بنت جنية وهي انه يستغل كل شرهم ده في اعمال الخير، وفعلا بيوديهم معمل تجارب للفيران وبيكون غير ادمي بالمرة، وهنا بتبقى مهمتهم الاساسية انهم يحاولوا ينقذوا الفيران دي من كل العذاب اللي هم فيه، وساعتها بيحطوا خطة ما تخرش المية، وكل واحد فيهم بيقوم بدوره على اكمل وجه، وبينجحوا في انهم يحرروا كل الفيران المحبوسة، وكمان بيبقوا اشهر من نار على علم، وهنا بقى ديانا بتفهمهم بشكل غلط وبتهددهم انها ممكن تبلغ عنهم الشرطة في اي وقت، وعلى طول بيلحقها وولف وبيحور عليها بطريقته اللولبية وبيعرف يثبتها، وفعلا بتوافق انها تديهم فرصة اخيرة لحد ميعاد الحفلة اللي هم متفقين عليها، وبعدها مش قادر احكي لكم عن رد فعل وولف لما بيقابل قطة محتاجة لمساعدته، وبيقدر ينقذها بمهارة عالية جدا، والظاهر كده انه فعلا بدأ يتغير، وطبعا اول لما بيشوف اصحابه الاشرار الكلام ده بيستغربوا منه جدا، ووسط كل ده بنلاقي مرميلاد كان مغفل وولف وبيصوره عشان يقدر يكسب تعاطف كل المتابعين بتوعه، ولما بيجي وقت النوم بيكون سنيك قلقان جدا من اللي بيحصل، بس وولف بيطمنه ان كل ده جزء من خطتهم الشريرة، وبنلاحظ هنا ان فعلا وولف بقى جواه ترباية كبيرة ما بين الخير والشر، واول لما بيوصلوا الحفل الخيري بيستغربوا من ترحيب كل الناس بيهم، لكن لسه برضو الشر بيبقى مالي قلوبهم، ووسط ما الشرطة بتستعد لتأمين المكان كله بيبدأوا في تنفيذ الخطة عادي جدا، ولا بيبقى على بالهم
بالهم اي حاجه. وساعتها بقى بيقع سنيك في مطب وحش قوي مع الشرطه، بس برانا بيعرف ينقذه في اخر لحظه باغنيه رقصت الحفله كلها على 1:30. ووسط ما الحفله كانت مولعه على الاخر والتبرعات نازله ترف زي الرز، العصابه بتنفذ خطتها وكل حاجه بتبقى ماشيه اندر كنترول. وبنلاحظ هنا بقى ان وولف وديانا بيكرشوا على بعض وشكل كده الحب هيولع في الذره. وفجاه وولف هرمونات الطيبه بتنقح عليه وبيبوظ الخطه عليهم وكل تعبهم بيروح هدر. وساعتها بقى بنتفاجئ بان نيزك الحب ما بقاش ليه اي وجود في المكان. واول لما الناس بتشك فيهم بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيقولوا يا فكيه. وبعد مطارده كبيره من الشرطه بيتم القبض عليهم وبيلمهم كلهم على البوكس. وهنا بنكتشف ان مرميلاد هو اللي ورا الحكايه دي وان هو الشرير الحقيقي، بس كان لابس لنا طول الوقت ماسك الطيبه. وساعتها بيفاجئ افراد العصابه انه عن طريق النيزك ده هيعمل اكبر عمليه سطو مسلح في تاريخ البشريه. وطبعا وولف بيجن جنونه لما بيعرف ان الشبر ونص ده قدر يلبسهم العمه ويعلم عليهم. وهنا بقى ديانا بتحس ان في حاجه غلط في الموضوع وبتقرر تمشي ورا الخريطه اللي اداها لها وولف قبل ما يتقبض عليه. وفعلا لما وصلت للبيت بتاعهم بتكتشف حسن نيته وبتتاكد فعلا انهم مظلومين. وفي نفس الوقت بتكون العصابه في طريقها للسجن المؤبد، وطبعا كلهم بيلوموا على وولف انه كان السبب في كل اللي هم فيه ده. وبيتصدموا صدمه عمرهم لما بيتاكدوا انه خلاص اختار طريق الخير وقرر يتوب عن كل حاجه وحشه عملها قبل كده في حياته. وساعتها بقى بنلاقي اللهو الخفي نازل ضرب وتلطيش في كل الحراس بتوع السجن. وبتطلع في الاخر ديانا اللي ما شاء الله كان عندها تاريخ مشرف جدا في الاجرام، وفعلا بتنجح في انها تهرب العصابه في غمضه عين. وكمان قدرت تكشف ملعوب مرميلاد بكل سهوله، وعلى طول بتحاول تقنعهم يبقوا ايد واحده عشان يعرفوا يحطوا عليه حط السنين. وهنا طبعا وولف بيرحب بالفكره، بس اصحاب عمره بيرفضوا الموضوع وبيخلعوا منهم بالشياكه. وبالرغم من انه كان حزين جدا على فراقهم لكنه ما بيبقاش قدامه اي حل غير انه يروح هو من طريق وهم من طريق. وساعتها بنلاقي ديانا بتطمنه انه فعلا اختار صح وبتعترف له انها كانت اسخن منه في الاجرام زمان بس ربنا هداها. وعلى طول بتاخده على مخبأها السري وبيستعدوا انهم يسرقوا النيزك عشان يقدروا يوقفوا خطه الفار الشرير. واول لما بتوصل العصابه بتلاقي البيت كله على البلاط، وساعتها بيندموا ندم عمرهم انهم ما راحوش مع وولف. ومع الاسف بنلاقي سنيك بيكون احساسه مختلف عنهم وبيصمم انه يمشي في طريق الشر. وفي نفس الوقت بنلاقي مرميلاد بيحضر لعمليه السطو بتاعته وبيستغل الترددات الصوتيه للحجر عشان يسيطر على كل الفيران اللي موجوده في المدينه. وهنا بقى فعلا بنلاقي الخطه ماشيه اخر حلاوه، وبتقدر الفيران تسرق كل فلوس التبرعات بتاعه الحفله. وبيقدر وولف وصاحبته يدخلوا الوكر بتاع مرميلاد، بس للاسف بيقعوا في الفخ زي الخرفان. وبنعرف ساعتها ان سنيك كان عامل رباطيه معاه عشان يوديهم سكه اللي يروح ما يرجعش. وبنتفاجئ بالعصابه وهي بتنقذ حياتهم من الموت، وبيعملوا احلى ديل بينهم عشان يسرقوا الحجر المشؤوم. ومش قادر احكي لكم بقى على منظر مرميلاد وسنيك لما بيعرفوا انهم نفدوا بجلدهم من الموت وكمان معاهم الحجر. بس للاسف العصابه بتكتشف ان لسه الحجر بيطلع موجات متحكمه في كل الفيران، وعلى طول ديانا والشبكه بيتصرفوا وبيقدروا يعملوا تشويش على كل الموجات اللي بتطلع منه. والحمد لله فلوس التبرعات كلها بترجع مكانها تاني، واخيرا بيرجع الحق لاصحابه. واول لما بيوصل وولف والشله باب الاسم بيفتكروا ان سنيك مش معاهم، وهنا بيقرروا انهم ما يتخلوش عن صاحبهم ابدا وانهم ما يسلموش الحجر للشرطه الا لما يكون موجود معاهم. وساعتها بيقدر مرميلاد بطاقته السحريه انه يشغل الحجر من تاني، وفي غمضه عين بيطربق الدنيا كلها على دماغهم. وكمان بيقرر انه يستغل سنيك اسوأ استغلال عشان يساومهم على الحجر الملعون. وعشان زي ما انتوا فاهمين ان العشره ما بتهونش غير على اولاد الحرام، بيقرر وولف انه يختار صاحبه. وفي اجواء رومانسيه على الاخر بيقدر وولف بمنتهى الذكاء انه يوقف موجات الحجر وينقذهم كلهم من الموت. وهنا بتطب عليهم الشرطه في ثانيه الا ثانيه وبتتقلب الدنيا كلها على دماغهم. وساعتها بتحاول ديانا انها تدافع عنهم باي طريقه، بس هم بيقرروا انهم يسلموا نفسهم تسليم اهالي. وعلى طول بيظهر مرميلاد ابو 7 ارواح وبيعمل نفسه 7 البرومبا وانه انقذ العالم بقى من الاشرار. بس بنتفاجئ ان الحجر ده مضروب وان سنيك اتخلص من الحجر الحقيقي في مكان بعيد عن العين. وعشان ربك ما بيرضاش بالظلم بيقع مرميلاد في شر اعماله وبيشرفنا في ابو زعبل بعد ما اتفضح فضيحه السنين. ومن هنا بنعرف ان مهما الشر طال لازم الخير هو اللي بينتصر في النهايه، لان دي فطرتنا اللي ربنا خلقنا عليها.